فيديو النهاردة هنتكلم فيه لما يكون آخر حصة واحنا ما نعرفش ان في امتحانات آخر السنة. صباح الخير يا ولاد. صباح الخير يا أستاذ. صباح الخير يا أستاذ. النهاردة يا ولاد هناخد مراجعة علشان دي آخر حصة هديها لكم، آخر حصة هتودعنا يا أستاذ. ألف خسارة على شبابك يا أستاذ. الله يرحمك يا أستاذ. الفتحة لروعك يا أستاذ. الكل يرفع ايديه يقول ولا الضالين آمين. أي والله أنا كنت طيب، الله يرحمني. مش أنت اللي بتقول دي آخر ولد حصة يا اخرس أستاذ؟ منك. ليه انتوا عايزين تموتوني بدري؟ يا ابني دي آخر حصة علشان الأسبوع الجاي امتحان. امتحان يا ولاد امتحان آخر السنة، وفي حد ما يعرفش إن امتحان آخر السنة يوم السبت الجاي؟ يا دي الوعي الدهية. شباب. ترى إيه يا رجالة؟ على رأيك هو دي صحيح أول إن مرة خامس نمتحن سنة في فيها ولا الثانوية، إيه؟ لكن أهم حاجة التعاون. ما شاء الله ما شاء الله، بتذاكروا سوا. طبعا يا أستاذ بنذاكر سوا بس جوه اللجنة. بمفهوم أوضح يا أشمل يا أستاذ، بنتعاون في الإجابة سوا. بنجاوب مع بعض. بتغشوا. يا سلام على الغش، ده لذيذ جدا، خاصة لما يكون ورقة زميلي واضحة جميلة وقريبة مني. بس انتوا يا أولاد عارفين إن الغش حرام. عارفين يا أستاذ، بس احنا لينا أساليبنا الخاصة في الغش. بص يا نكتب على أستاذ، المسطرة، بنكتب على التختة، نكتب على ايدينا، وممكن نكتب على المنديل. وممكن نعمل برشامة ونحطها في جيوبنا. لو كل ده ما ينفع بنغش بالشفرة. طب ازاي يا ولاد بالشفرة؟ يا أستاذ ده سر المهنة، ما ينفعش نطلعه لحد. ليه يا ابني انت وهو ليه تعتمدوا على الغش؟ المذاكرة هي اللي هتنفعكم، الغش عمره ما بينفع. اللي بيعتمد على الغش عمره ما بيفلح في حياته، وبيطلع فاشل في كل حاجة. بص يا ولاد انا مش قصدي. أمال قصدك إيه يا أستاذ؟ بص واضح يا يا أستاذ. ولاد انا ما كنت زيكم بالظبط، انا كنت بذاكر وبجتهد، عشان كده بحزن عليكم. اخر وضعي في المدرسة عليكم. بص يا اولادي، انا كان شعاري يا اولادي: من طلب العلا سهر الليالي. مش كده يا أستاذ؟ امال ازاي يا اولاد؟ بص يا أستاذ، من نام وارتاح نال النجاح. بص يا استاذ، ومن سهر الليالي بات للعام التالي. بص يا زمولتس، إذا عجبك الفيديو ما تنساش تنزل تحت دوس لايك وشير وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الإشعارات الجديدة.